حسن، وحابة أوجه باسم أطفال سوريا عدة رسائل. وحابة أول شيء أترحم على أرواح شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين اللي ضحوا بأرواحهم عشان الصوت يا حبيبي ما يسأل اللي ضحوا بأرواحهم لحتى نعيش نحن بأمن وسلام واستقرار. وحابة أوجه أول رسالة لشعبنا المتفهم لقضايا وطنه وأمته، الشعب المتفهم للمؤامرة اللي عم تصير ضد بلده، الشعب المتمسك بالوحدة الوطنية والرافض للتدخل الأجنبي. والرسالة الثانية هي للمعارضة اللي عم يدعوا انه هن معارضة وانهم بيمثلوا الشعب السوري. حابة اقول لهم انه انتم ما تمثلوا الا انفسكم، انتم اداة بايدي امريكا وفرنسا لحتى تنفذ مخططات عجزت عن تنفيذها الدول الكبرى من الخارج، ومن خلالكم رح تحاول تضرب الوحدة الوطنية من الداخل. والرسالة الثالثة هي للدول الصديقة اللي وقفت معنا مثل روسيا والصين، ونحن كنا عم ننتظر دعم من الدول العربية، بس للأسف هي طعنتنا بسكين الغدر والخيانة ووقفت مع الباطل ضد الحق. وحابة أوجه رسالة للسيد الرئيس بشار الأسد، وحابة أقول له إنه نحن معك والله معك، وإن شاء الله بتزول هالمحنة اللي عم تمر فيها بلدنا ويرجع مثل ما كان رمز الأمن والسلام والاستقرار. وأحلى تحية هي لجيشنا الباسل، لجيشنا المقاتل، لحماة الديار اللي عم يضحوا بالروح وبالدم لحتى نعيش نحن بأمن وسلام واستقرار. وحابة أقول قصيدة للسيد الرئيس بشار الأسد. يا قائدا حلب الشهباء تعلنها، فليسمع الكون ما قد أعلنت حلب. إذا سيوف بني حمدان قد نصبت فلا انتماء لغير البعث أو نسب، ولا ولاء بهم إلا لقائدهم، فمنه شمس العلا ترجى وترتقب.